فيديو النهارده هنشوف فيه مع بعض مواقف مؤثرة لحيوانات اتجمعت مع أصحابها بعد فترة غياب طويلة جدا. هنتفرج على لحظات مليانة حب ووفاء، زي الوزة اللي بتستقبل صاحبها بكل حماس بعد يوم طويل، أو البطريق اللي مقدرش يمسك نفسه من الفرحة لما شاف صاحبه بعد فترة غياب طويلة جدا. فيديو النهارده هيبقى مختلف وجديد. أنا محمود المغربي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل بلايك واشتراك في القناة، صلى على النبي وطيار على الفيديو. عاوزكم تشوفوا هنا رد فعل الشمبانزي ده لما صاحبه رجع بعد غياب لمدة 20 يوم، قد ايه كان فرحان لما شافه من تاني. كيفك حبيبي؟ شوفوا البغبغاء الصغير ده ازاي بيكون فرحان لما الشخص اللي دايما بيهتم بيه يكون راجع من الشغل. بيفضل مستنيه عند الشباك كل يوم، عارف بالظبط الوقت اللي هيجي فيه، ومن كتر حماسه مش قادر يستنى لما يدخل البيت. شوفوا الحمار ده لما شاف الشخص اللي بيراعيه وبيهتم بيه قد ايه كان فرحان وحاسس بالحب، وكأنه بيقول له وحشني يا صاحبي، ومن كتر الحب كان عمال يحضن فيه ومش عاوز يسيبه. بصراحة أنا معجب جدا بالراجل ده اللي قضى حياته في تربية الشبل الصغير. شوفوا هنا كمية الحب الغير محدودة اللي بيظهرها الشبل في كل مرة بيشوف فيها الشخص اللي كان بيهتم بيه وكأنه شايفه لأول مرة، وده بيأكد قد ايه العلاقة بينهم مليانة حب. You're the best boy in the whole wide world. صعب هنا نصدق كمية الوفاء ده كله. الكلب هنا كان منتظر صديقته اللي ما شافهاش من أكتر من سنة بسبب خدمتها في الجيش. النهاردة أخيرا نزلت أجازة وهو كان منتظرها بفارغ الصبر. تخيلوا رد فعله أول ما شافها. شوفوا هنا رد فعل الشمبانزي ده لما شاف الشخص اللي كان بيهتم بيه ورباه من صغره بعد فترة غياب طويلة جدا. سامعين الصوت اللي الشمبانزي بيعمله؟ ده من كتر الحب والاشتياق اللي في قلبه للشخص ده. شوفوا المفاجأة الجميلة دي، السيدة دي خبت نفسها جوه كرتونة علشان تفاجئ كلبها بعد غياب طويل. شوفوا ازاي الكلب هنا كان بيدور عليها، ولما اخيرا شافها رد فعله كان مليان حب وفرحة ما تتوصفش. ممكن تفتكر ان ده لقاء عادي بين اسد وشخص، لكن ده مش مجرد لقاء عادي. الشخص ده كان جزء من العيلة لفترة طويلة، وكان دايما مع الاسود وبيهتم بيهم. شوفوا هنا ازاي الاسود بتتعامل معاه. رعاية أي حيوان مسؤولية كبيرة، لكن رعاية شمبانزي مستني يشوفك كل يوم دي حاجة تانية خالص. الشمبانزي ده مش مجرد حيوان، ده بقى زي طفلك الصغير اللي بيستناك بلهفة كل يوم. شايفين الدب ده وضع عليه إن عاوز يعض البنت دي، بس هتستغرب هنا لأن دي طريقته في إظهار حبه وحنانه بعد فترة غياب ما بينهم. بس مش كل الناس بيبقى ما بينهم الحب ده كله، فالأحسن لو وقعت في نفس الموقف ده خلي فيه مسافة بينك وبينهم. شوفوا هنا الوزة دي كل يوم بتستقبل صديقها لما يكون راجع من شغله بفرحة كبيرة. المشهد ده مليان سعادة وحب، وبيوضح قد ايه العلاقة بينهم قوية ومؤثرة. خلوا بالكوا هنا من اللحظة دي، الشمبانزي دي ولدت بعملية قيصرية، وعلشان كان في مضاعفات كان لازم الطفل يقعد في المستشفى لحد ما يتلاقي أكسجين ورعاية طبية. وبعد حوالي 48 ساعة أخيرا الأم والطفل قدروا يتجمعوا تاني. شوفوا هنا ردة فعل الأم لما شافت طفلها من تاني. دي أجمل لحظة استقبال ممكن تشوفها في حياتك. شوفوا رد فعل الكلاب دي لما صديقتهم قربت للبيت، رد فعلهم كان عامل ازاي. ده بلانكي، حيوان لطيف ما شافش القائم على رعايته من زمان. طول الفترة دي كان منتظر اللحظة اللي يقابله فيها ويحس بالأمان في حضنه، ولما أخيرا حصلت اللحظة دي كل طلباته اتنفذت بحب ورعاية. دايما نقول إن الكلاب من أكتر الحيوانات وفاء، لكن شوفوا الديك ده حتى بعد يومين من غياب صديقه لسه مصر إن هو يحضنه بحب ومفكرش إن يجي يوم وينساه. صغير وحيد القرن ده جاهز يجري كل يوم بمجرد ما يسمع صوت القائم على رعايته. شوفوا هنا قد ايه كان سعيد وفرحان. وهنا بقى لما كلابك تستناك كل يوم عند الشباك ولمدة شهر كامل،
ولما ترجع أخيرا هتشوف في عينيهم قد إيه صبرهم وحبهم كان يستاهل كل لحظة انتظار. تخيلوا الموقف الجميل ده، في عز المطرة لقوا قطة صغيرة وحيدة على الجدار تايهة ومش عارفة تروح فين، ومن غير تفكير أنقذوها وأخدوها البيت وناس شافوها واهتموا بيها. الموقف ده بجد بيفكرنا بأهمية الرحمة والإنسانية. بعد ما اتدمر بيت الكلاب دي، الشخص ده ما ترددش إن يهتم بيهم يوميا. شوفوا إزاي فرحتهم كانت كبيرة لما شافوه، الحب والتقدير اللي حسوا بيه ما كانش يتوصف. من المواقف المؤثرة دايما إنك تشوف الناس بيعاملوا حيواناتهم الأليفة وكأنها جزء من عيلته. الراجل ده ما شافش البغبغاء بتاعه من فترة طويلة، بس دلوقتي قدروا يتجمعوا من تاني من جديد. شوفوا هنا ردة فعلهم كانت عاملة إزاي. اللقاء ده مميز جدا للشمبانزي الصغير ده، لأنه هيقابل لأول مرة عيلته الجديدة في غابة باسا الصغيرة في ليبيريا. من الواضح كده إن العيلة دي شبهه تماما. اللقاء اللي شايفينه ده بعد غياب 8 شهور بين الكلب وصاحبته، واضح قد ايه كانوا فرحانين وسعداء لما شافوا بعض، ورغم طول فترة الغياب الكلب لسه فاكرها كويس. شوفوا القرد ده قد ايه كان فرحان جدا لما شاف الشخص اللي كان دايما بيهتم بيه بعد غياب لمدة اسبوع تقريبا. بصراحة اصوات الفرحة اللي سامعينها بتعبر عن كل المشاعر اللي جواه. ده يعتبر اجمل كلب ممكن تشوفه. شوفوا هنا كمية الحب والانتظار اللي كان فيها علشان يشوف صديقه مرة تانية بعد فترة غياب طويلة جدا. ردود فعله بتبان قد ايه هو وافي وبيحبه، وتحس كده ان هو بيقوله مش هسيبك تاني تمشي من هنا خالص. شوفوا قد ايه اللبوة دي بتحب اللحظة اللي الشخص اللي رباها ورعاها من صغرها بيجي ويزورها فيه. فرحتها ورد فعلها الجميل لما بتشوفه بيبينوا حب واشتياق ملوش حدود. العلاقة بينهم فعلا جميلة وبتعكس الحب الكبير اللي بينهم. الشخص اللي عمل الفيديو ده بصراحة قدم حاجة عظيمة جدا للجرو ده، ساعده ان يلاقي عيلته من تاني. مش محتاجين كلام علشان نوصف اللي حصل، بس اسمعوا وحسوا باللحظة اللي الجرو فيها شاف عيلته مرة تانية. الأرنب ده اسمه بيني، كان مفتقد صاحبه جدا. بعد ما صاحبه رجع من رحلة طويلة بين استقبله بفرحة وحماس مش طبيعيين. العلاقة بينهم مميزة جدا، وده باين من الطريقة اللي بينهم، بيقعد يجري وراه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اللحظة دي مؤثرة جدا، حاول تمسك دموعك وانت بتشوفها. اللبوة هنا لما شافت صاحبها جريت عليه وحضنته على طول، كأنهم ما صدقوا انهم يشوفوا بعض من تاني. اكيد شفت قبل كده كلاب بتتحمس لما تشوف اصحابهم بعد غياب، لكن عمرك شفت قبل كده تجمع ذئاب بصديقتهم بعد شهرين من الفراق؟ وهنا بقى مش هتفرق بقى لو كانوا ذئاب او كلاب او خليط من الاتنين، المهم هنا الحب اللي في قلوبهم لصاحبتهم اللي ملوش حدود. فعلا منظر جميل جدا. شوف هنا الشبل الصغير ده اللي كان مفتقد الشخص اللي كان قايم على رعايته لدرجة ان مش عاوز يسيبه خالص، ماسك فيه بايده واسنانه وكأنه بيقول له وحشتني يا صاحبي. الحيوانات دايما عندها طريقة فريدة ومذهلة جدا في التعبير عن الحب، حاجة كلنا ممكن نتعلم منها درس او اتنين، والدليل في المشهد اللي هتشوفوه دلوقتي. صاحبهم هنا لما رجع بعد غياب بقاله 3 اسابيع، شوفوا هنا ردة الفعل بتاعت الكلاب بتاعته لما شافته من جديد، والفرحة الجميلة اللي كانت ما بينهم. مفيش حاجة تفرح القلب أكتر من لم شمل غير متوقع، زي اللحظة المؤثرة دي لما فوكما ودودة لقت حد عزيز عليها في النهاية. هي مش أكتر من جرو بحر لطيف، لكن الحب اللي بتظهره بيقول أكتر من كده. Good boy.
الكلب اللي انتوا شايفينه ده ضاع لمدة 19 يوم بعد حادث صعب، والحمد لله تم العثور عليه، وفي اللحظة دي شاف صاحبته وساعتها ما كانش مصدق ان هي، وردة الفعل بتاعت صاحبته من كتر الفرحة خلاها تعيط. 3 minutes since he came to me. I'm just so grateful for everybody who helped. عمرك ما كنت تتخيل ان في غوريلا ممكن تكون حنونة بالشكل ده مع انسان، خصوصا بعد ما قضت سنين في الطبيعة، لكن الحب اللي بتحمله الغوريلا دي تجاه الشخصين اللي اعتنوا بيها من صغرها واضح جدا. سبحان الله، حتى بعد غياب كبير لسه فاكراهم ومش ناسية حبهم ورعايتهم ليها. دي الطريقة اللي الحيوانات المفترسة بتظهر بيها مشاعرها بشكل طبيعي لما تشوف الشخص اللي كان بيحبها وبيهتم بيها، لكن للأسف دي آخر مرة هيشوفوا بعض فيها، لأن القط ده هيتم إطلاقه في البرية النهاردة. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، ولكن الأوقات اللي بقضيها معاكم من أجمل الأوقات. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة. السلام عليكم.